اشترت شاليه كبير جدا على البحر، ولما بتزهق بتطلع على فندق، عايشة وسط الطبيعة وبتلبس البورنيطة، وحياتها مميزة بعد ما قربت على 80 من عمرها. ادت الدنيا طناش وبعدت عن التمثيل، وبتستمتع باللي باقي في حياتها على البحر. ويا بخت كل اللي يروح الساحل الشمالي ويشوفها، مش هيصدق ان دي تبقى الفنانة الكبيرة نادية الجندي. يا ترى بتعمل ايه في الساحل الشمالي الفترة دي؟ ليه بعدت عن التمثيل؟ وازاي عايشة حياتها؟ ايه اللي حصل لها الصيف ده خلاها ما ترقص وتسهر زي السنة اللي فاتت؟ وايه هي اسرار حياة نادية الجندي اللي محدش يعرفها؟ كل التفاصيل دي هتسمعوها معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين الحكاية للنهاية. في ناس كتير قوي مفكرين ان السبب اللي مخلي نادية الجندي لسه في عز شبابها هو انها اتولدت في بقها معلقة ذهب، وعائلتها من اغنياء مصر ما شالتش الهم خالص من صغرها. بس الحقيقة ان لا يا جماعة، نادية اتولدت في عيلة فقيرة جدا. ابوها كان شغال في المقاولات والمباني، ويا دوب كان بيجيب الفلوس اللي هياكلوا بيها، بس في نفس الوقت هو كان شخص ليه هيبته وسمعته في المنطقة كلها، لانه من اعلام حزب الوفد. بطلة الفيديو بتاعنا من صغرها غاوية تمثيل وشهرة، لدرجة انها بعد ما خلصت التوجيهية اشتركت في مسابقة ملكة جمال اسكندرية سنة 1958 بسبب جمالها الطاغي اللي الكل كان بيحلف بيه. كمان هي كانت واثقة ان مشاركتها في المسابقة دي هتبقى وش الخير عليها، ده غير انها من خلالها هتحقق حلم كانت بتتمناه غير التمثيل، وهو انها تلبس فستان سواري. فازت نادية الجندي بلقب ملكة جمال الربيع، ولفتت انتباه الفنانة ماجدة اللي كانت في لجنة تحكيم المسابقة، وخدتها بعدها معاها تشارك في فيلم جميلة. ومن هنا بدأت طريقها في التمثيل لحد ما بقت النجمة نادية الجندي بطلة الأفلام السينمائية. نادية الجندي بقت تدور على راحتها وازاي تساعد نفسها في الفترة دي من عمرها. طبعا الطبيعة والبحر رحلة استمتاع مفيش بعد كده. عارفين راحة البال بعد سنين التعب والشقة؟ اهو ده اللي حصل. نجمة الجماهير بعدت عن التمثيل من سنة 2020. اللي حصل انها بقت مركزة اكتر على سعادة نفسها، لدرجة انها راحت اشترت شاليه فخم في الساحل الشرير علشان تقضي حياتها على البحر وسط الطبيعة وتبعد عن المدينة وزحمتها ودوشتها. والحقيقة انها اصلا عاملة دوشة وخاربة الساحل هناك، والكل بيتكلم عن اللي بتعمله. اصلها من السنة اللي فاتت كانت مقضيها رقص وسهر، ده غير بقى الصور اللي بتعمل لها سيشن مخصوص، الفوتو سيشن اللي كانت بتعمله كل يومين وبتظهر فيهم بكامل رشاقتها وكأنها بنت لسه في العشرينات من عمرها. ومش بس كده، دي كمان بتظهر فيهم بإطلالات جريئة، هوت شورت على فساتين قصيرة، وبتعمل حركات حيرت الناس. الغريب بقى ان السنة دي هادية خالص من اول ما الصيف بدأ، ومحدش سمع عنها حاجة خالص، وكل اللي بتعمله شوية صور بتظهر فيهم وكأنها لسه صغيرة في السن وبس على كده، لدرجة ان الناس استغربت وقالوا ايه اللي حصل للفنانة نادية الجندي السنة دي. دي كانت بتلعلع في كل صيف، وصورها وفيديوهاتها بتبقى قلب السوشيال ميديا. بس يا ترى ايه السر في كده؟ يعني مخليها مش عارفة تستمتع بالصيف زي ما كانت بتعمل قبل كده، ولا تكون خايفة من الحسد؟ بالذات ان الكل كان بيتكلم عن قد ايه هي محافظة على صحتها ورشاقتها، على عكس كل بنات جيلها اللي في منهم بيمشوا على عكاز دلوقتي.